سؤال الناس كلها كانت بتساله، ازاي الاهلي استغنى عن ناصر ماهر؟ لعيب في الامكانيات دي وفي السن ده، ازاي الاهلي استغنى عنه؟ بص، الاهلي لو فيه الخير عمر ما هيرميه. الاهلي ما سابش صالح جمعه اللي هو مطلع لسانه بره بقه. الاهلي مش هيسيب لعيب في الخير في سن عشرينات لاي نادي يستفاد منه. الاهلي طول ما لعيب في الرمق، يا هياخده هو يقعده على الدكه يستفاد بيه، يا يوم ما يحصل في الامور هيطلعه اعاره ومش هيخليك برضو تستفاد بيه. فدي برضو تركايه احنا لسه ما اتعلمناش. كابتن ناصر ماهر جه الزمالك قعد يقول لك الاساطير والكشاكيل، وقعد كاننا في مكتبه التوحيد والنور. جبناك الزمالك ورجعت المنتخب. ايه بقى الضغوطات اللي عليك في العالم ما تخلكش تجيب كوره زي دي جون؟ يعني ايه الضغوطات؟ او ايه اللي انت شفته؟ هل مثلا محمد الشناوي اتحول لديناصور قدامك خلاك اتخضيت مثلا حطيت الكوره بره الشبكه؟ طب لما انت مش هتجيب دي، لما انت مش هتحط الكوره دي جون، ما هي ماتشات القمه مش هتخلص الا بحاجات زي دي. ماتشات الاهلي والزمالك بتخلص بتفاصيل صغيره، تيجي لك واحده اتنين تخلص بيهم الدنيا. كابتن ناصر ماهر جات له واحده زي ما انتم شايفين كده، كسل طول الماتشات. ماتش وادي دجله برده جات له كوره والجون فاضي، قام جاي برده قعد يروح يمين ويروح شمال، وحسسني بالكابتن انور العماوي وهو بيرفع الدمبل. كابتن ناصر خلصنا، عايزين نخلص، احنا ماشيين الكوره ماشيه معانا بالستر، لا معانا مدير فني ولا معانا لعيبه، فانجزنا. جات لك كوره تحطها جون، خلصنا يا سيدي من الدنيا، خلصنا. طب هل الكابتن ناصر استكفى بالموضوع ده؟ ده حتى الجون اللي جابه الاهلي في عز ما احنا مضغوطين، واللاعب الوحيد المفروض ان هو راجل بيمسك كوره، المفروض ان ناصر ماهر في التشكيله بتاع الزمالك الراجل ده بيمسك كوره، بيعرف يروح بقى يمين، يعرف يطلعك بالكوره. خد الكوره اداها لهم، لعبوها جابوها فينا جون. يا اخي طب عديها بره، طلعها بره شارع صلاح سالم، اقع، اعمل اي حاجه. خد الكوره ببساطه خالص اداها لهم، قاموا لاعبينها، الكوره مشيت جت فينا جون. يعني هو ما استكفاش ان هو ضاع الكوره والجون فاضي، لا ده ما استكفاش بكل الكلام ده. فانا من ساعتها فهمت وعرفت اللعبه بتدار ازاي. الاهلي مش هيسيب لعيب في الخير، الاهلي مش هيسيب لك لعيب في الخير ايا كان هو مين. اذا كان بيروح ياخد اللعيبه من الانديه، مثلا عمر الساعي من الاسماعيلي شم خبر ان في بيراميدز عايزه والزمالك عايزه وممكن يقوي نص ملعب في مصر، لا هو مش هيحل الكلام ده، هو مش هيحل. فانت بقى تقعد حاطط ايدك على خدك وعمال تشتكي، اصل هم بياخدوا اللعيبه، اصل هم بيمثلوا لعيبه، اصل هم بيركنوها. ايوه يا باشا، ما هو انا بلاعب منافسين، انا ما بلعبش اصنام، انا بلعبش ازايز زيت زمزم، لا انا بلعب منافسين. الطبيعي هعرف اوقعك، انما شغل بقى الشكاوي والقعده على المصاطب وجاب فلوسه منين ومين نادي القرن واللي وزع الفلوس وزع القلقاس، الشغل ده مش هياكل معاهم عيش. واقعد اشتكي من هنا ل 100 سنه قدام، الكلام ده مش هيهزهم شعره لو ما وقفتلهمش وقفه صح. وان انت تبني يا عم فلوس الزمالك سنه وابداوا افتحوها نظافه، انا موافق. انما بقى شغل الشكاوي وسنظل اوفياء وبكره هننام ونقوم ان شاء الله نعمل مش عارفه ايه، لا الكلام ده مش هياكل معاهم عيش خالص. الناس دي مفيش في قلوبهم رحمه، كل ما يقابلوك واقع هيدوسوا عليك، كل ما يلاقوك واقع هيوقعوك اكتر، مش هتصعب عليهم.